السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. النهاردة هنتكلم ماتش الزمالك وسموحة، بس ما فيهوش كلام إلا عايزين رجالة في الملعب. بس بالنسبة لرجالة الزمالك، رجالة في الملعب. شوف انت عملت ايه في ماتش الأهلي واعمل عكسه. بس يعني شوف انت عملت ايه غلط في ماتش الأهلي واعمل عكسه. بس من اول معتمد جمال لغايه لعيبه الزمالك دي. ليه؟ لان كان الزمالك كان مش موجود اصلا في الملعب، كان مش موجود. خليتوا الناس تتكلم كتير، خليتوا اللي ما لهمش صوت بداوا يتكلموا ويطلع لهم صوت. كل ده عشان خاطر ان انت ما اديتش اللي عليك، ما لعبتش بخطه كويسه يا كابتن معتمد، ما درستش كويس الماتش. وانا دايما بقول لازم تدرس الماتش كويس، تحط كذا استراتيجية، تحط كذا سيناريو، تحط كذا فكر. ما هو كل دي عشان عوامل للنجاح. النهارده ايه؟ هي هتلعب سموحة، سموحة مغلوب من طوب الارض، بس هيعمل عليك اسد النهارده عشان يقول انا ضيعت الدوري من الزمالك. فانت لازم تنزل بحماس وبغيرة على فرقتك. والعيال دي لعيبه الزمالك دي تهز كده، حد يهزهم يفوقهم، حد يهزهم يفوقهم. ويا كابتن معتمد لازم ترجع تلعب تاني 4-3-3، لازم، عشان ترجع تاني تكسب. المكسب النهارده دون هيديك ثقه قبل ما تسافر. وانا مش محتاج اقول بقى، يعني معروف. انت اكيد اتفرجت على فرقه سموحه دي وشفت ماتش الاهلي عملت ايه. هتعمل زي ما عملت في ماتش الاهلي. هما اتنين خطر، اللي اسمه امادي ناحيه اليمين وسمير فكري من ناحيه الشمال، وساعات بيعملوا سويتش مع بعض. وقدام حسام اشرف، او اسمه الفرود التاني بتاعهم ده، واد اصلعاني كده شويه، مش عارف اسمه عجيبه ولا اسمه مش عارف اسمه ايه. ومن تحت يا اما سماده النهارده مش هيلعب لانه تراكم بطاقات، مش هيلعب، انذارات. انت خلي بالك من الاختراق، الولد اللي اسمه ابن حسن عامر ده اللي بيطلع من النص، لعيب اجريسيف اهلاوي بيغل. خلي بالك. وحسن والسيسي لو لعب النهارده برضه بيخش من القلب، يعني حاجه معروفه وثابته. فلازم لازم لازم النهارده تستغل ان البيئه اللي حواليك ضدك، كل المنظومه اللي حواليك ضدك. فلازم النهارده تثبت ان انت عايز تاخد بطوله عايز تكسب. لازم يبقى عندك حافز، يبقى عندك حميه عشان الزمالك، عشان ناديك، تدافع عن ناديك، تدافع عن فرقتك، تدافع. الدوري ده لو خدته هيتكتب في التاريخ، هيتكتب في التاريخ ده بمليون دوري. الدوري ده بالذات بتاع السنه دي بمليون دوري. فلازم التركيز التركيز التركيز. مفيش اخطاء النهارده، مفيش اخطاء، محدش يحضر، مفيش تحضير ورا، محدش يحضر. لان اللعيبه مش لعيبه الزمالك بس، مفيش لعيب مصري بيعرف يحضر، مفيش لعيب مصري بيعرف يحضر كوره. لان تحضير الكوره ده عايز حفظ، وعايز تركيز، وعايز اسلوب لعب، وعايز حاجات كتير انت مش جاهز ليه اصلا. فلازم النهارده التركيز، ما فيش كلام. النهارده تنزلوا رجاله عشان الزمالك يكسب. الماتش النهارده ماتش رجاله، ماتش رجاله. ايا كان بقى اي لعيبه تنزل النهارده تلعب رجاله عشان خاطر تثبت نفسك، تثبت نفسك. انت هتلاعب سموحه، وسموحه مغلوب من الفرق كلها اللي لعبها في الدور الثاني، اللي هو الماتشة الستة دول الباقيه يعني في الدوري. الفرق الاولانيه السبعه الاوائل ما كسبش ولا مباراه. فانت النهارده بقى تنزل تاكله، تخلص، تدي نفسك الادفانتج من اول الماتش. ما تخليهوش يسيطر على الملعب، انت اللي تسيطر على الملعب. الماتش ده هيمهد لك حاجات كتير، لان الماتش هتطلع منه على الكونفدراليه تاخد معنويات عاليه علشان تكسب. والبطولتين في ايدك، انت اللي هتجيبهم. لعيبه الزمالك هي اللي هتجيبهم، مفيش حد هيساعدك الا نفسك. دول كلمتين كده على السريع. شكرا ليكم. متنسوش
الكوره مع الازوري هتكون جميله وبيوري. السلام عليكم.